بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. السلام لكم جميعا. نقدم لكم اليوم سيرة القديس الشهيد لونديانوس السوري، وهذا كان في عهد الملك ماكسيميانوس الذي استدعى القديس ووعده بأموال كثيرة لكي ينكر إيمانه بالسيد المسيح، ولكن القديس لونديانوس رفض متمسكا بإيمانه، فغضب الملك وأمر بعصره في الهنبازين، ثم ضربه بالدبابيس، ثم طرحه في زيت وشحم مغلي. أما القديس فكان صابرا على هذه العذابات، وكان الرب يسوع يقويه ويقيمه سالما. ولما ضجر الملك من تعذيبه أمر بقطع رأسه، ونال إكليل الشهادة، وأظهر الرب من جسده آيات كثيرة، حتى شاع ذكره في كل سوريا، وبنوا على اسمه كنائس كثيرة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.